بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا دائما ببدأ المقدمة على السريع لأنه الفيديو مش طويل كتير. هلأ إحنا بدنا نعمل حلو مرتب وكتير مرتب وزاكي اللي هو الكوكيز. أول إشي الكوكيز إحنا ما عنا سكر بني. شو بدنا نعمل؟ بدنا نحلها. شو بدنا نحلها؟ بنجيب لنا كاستين من السكر العادي وبضيف له تقريبا نص فنجان من الدبس التمر. طبعا الكوكيز عبارة عن إيش؟ كاستين ونص طحين، معلقتين صغار من البيكنج باودر، ملعقة ملح، وطبعا الكوب المعياري اللي من هذا طبعا، وأصبعين من الزبدة تقريبا 200 جرام. طبعا هون الزبدة أصبعين إحنا تقريبا بحرارة الغرفة. أضفنا له السكر اللي خلطناه بالدبس، وبضل أخلط فيه لحديت ما يتجانس ويعطينا هذا الشكل الطراوة. طبعا هو بعد شوية لقيت بصير زي شوكولاتة، بصير لما نمده في الكوكيز. طبعا بنضيف له 3 حبات من البيض، حبتين ببياضهم وحبة لحالها بنحطها صفار. ليش ما أضفنا البياض للحبة الثالثة؟ لأنه البياض بيعطي نشفان للسكر، فهون أنا ما بدي ينشف، بدي يكون طري هيك وطعمه زاكي. طبعا أضفنا كمان معلقتين من البيكنج باودر ومعلقة فانيلا، معلقتين فانيلا صغار أو معلقة كبيرة، وبنخلطهم. طبعا أنا هون لما خلطتهم حطيتهم على جنب. تمام. بخليهم شوي على جنب وببلش بالإيش؟ بالعجين. العجين فيه طريقة ممكن تخلط الأشياء الناشفة لحال، اللي هي مثلا الطحين مع الكربونة مع شوية ملح، وأخلطهم وخليهم يتجانسوا أكتر مع معلقتين الفانيلا. هون أنا عملت الخلطة حطيتها وين؟ فوق الكوكيز. فوق الكوكيز عفوا. طبعا هون خلطتهم وعجنتهم. بس بدي احكي لكم ملاحظة، لما نخلطهم الطحين مع البيكنج باودر وشوية الفانيلا وشوية الملح، نخلطهم أكتر بتجانسوا أكتر، وبعدين بضيفهم لعجينة الكوكيز. طبعا هون أنا بعمالي بخلط فيها المكونات. هلقيت صارت الخلطة جاهزة تقريبا. يعني بعد ما أصير أحركها بطريقة وأعجنها، لازم تنعجن بطريقة ممتازة لحديت. طبعا هون برجع يعني الفيديو مرة بيسرع مرة. على العموم هلا عجنت العجينة كاملة أنا. أوكي. لما عجنت العجينة طبعا بضلني أعجن فيها تقريبا نص ساعة كاملة. بعجنها. بعد ما بعجنها بحطها بالتلاجة كمان تقريبا نص ساعة بحطها بالتلاجة، وبعديها بفردها. لما بفردها في الصينية، طبعا الصينية أول إشي بنقسم العجينة لقسمتين. حلو. طبعا في علبة شوكولاتة نسيت أقولكم عنها. لا ما نسيت، هي لسه ما إجا دورها، لأنه إحنا نعملها كوكيز بالشوكولاتة. ما بدي أحط حطينا العادي النوتيلا العادية. طبعا هون أنا قسمت العجينة لقسمين. لما قسمتها أخذت القسم الكبير حطيته في الصينية. طبعا الصينية فردتها، حطيت عليها طحين وزيت وفردت ونشفتها، وحطينا طبقة وأضفنا حطينا هلقيت طبقة العجينة. هون حطينا إيش؟ الشوكولاتة عملت فيها حركة عشان تطلع طيبة، بس أنا مش عارفة وين بتروح الفيديوهات. على العموم أضفت لها تقريبا علبة من القشطة لحتى تكون الشوكولاتة سهلة معانا. هون الطبقة الثانية فردنا كيس على الرخامة، جبنا عجينة الكوكيزة فردتها بالمرق هذا اللي انتو شايفينه، وبعدين قطيتها تغطاي على الكيكة. هون خبزناها تقريبا، أخذت في درجة حرارة الفرن 180 وساعة إلا ربع، وطلعت بهذا الشكل. وشكرا لكم ويعطيكم العافية، ويا ريت كمان تدعمونا بلايك وتفعلوا سر الجرس. ليش؟ عشان تجيكم كل الفيديوهات الحلوة. تعليق حلو مرتب. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب تعجبكم وتدعونا دعوة كويسة، وتصلوا لنا على النبي في كل فيديو بتحضروه. يعطيكم العافية وشكرا.